كنافه فستق وجبنه، هو بقى بيديهولك الطبق كده ويرش لك عليه ايه رشه ليمون، يفتح نفسك على الموضوع. عاديه لابعد حد، اقل من عاديه كمان. بيكون حاط العيش عليه بحيث يكون العيش خد كل العصاره كلها اللي طالعه من اللحم. احنا موجودين في اسطنبول بنجرب اغرب الاكلات في الشوارع في حي اسمه حي بلط، واحد من الاحياء اللي تعتبر شعبيه هنا، مش الاحياء السياحيه شويه. فالنهارده هنجرب مع بعض اول محل وهو ميديا موسى. هو بقى بيديهولك الطبق كده ويرش لك عليه ايه رشه ليمون من فوق كده، يفتح نفسك على الموضوع. اكل سي فود في الجون حبيبي. شكرا. جبنا الطبق ونقعد بقى عشان ناكل. طبعا احنا بنجرب اغرب الاكلات الشعبيه، اغرب اكلات الشوارع، فلازم كده ترابيزه كده على جنب الشارع وتجرب بقى فيه. ده طبق الميديا، المفروض انت تاكلها ازاي؟ قطمه واحده. ده شكلها تدي 1 بايت على طول. جامد جامد. طعم الليمون مديله كده نكهه حمضيه، اعتقد من غير الليمون ما كانتش هتظبط الظبطه دي. حاطط لك ليمون والرز عليه فلفل اسود كتير وعليهم بقى جندفلي، ولكن هنا الحجم كبير شويه. خلطه ما تقدرش تقول لها لا. حاجه كده بسيطه نبتدي مع بعض بيها جوله الاكل. بدايه موفقه. معروف اكله الميديا ديت من اشهر الاكلات هنا، تلاقي محلات كتير جدا بتعملها. اخترت ان انا اجرب الاكله دي معاكم وناخدها كافتتاح لجوله الاكل في الشوارع في اسطنبول، لانها اكله مميزه، اكله معروفه، وشكل الجندفلي جامد. يعني شكل الجندفلي يفتح النفس ما فيهوش كلام. يعني الناس اللي بتحب السي فود فده اختيار خيالي. الواحده الخمسه جيب كده طبق فيه 10 تبتدي بيهم يومك. بيقولوا ان انت مش سهل ان انت تلاقي محل بيعملها كويس. انا جربت عشوائي، يعني انا قلت ان انا اجرب محل عشوائي مش محل معروف. خلصنا هنا نروح محل تاني. اكله تانيه الشعبيه ومعروفه هنا هي تانتوني، عباره عن سندوتش بيتقدم بشكل معين، بيف لحمه وفراخ. بيتقدم بطريقتين، عيش راب، عيش عادي، عيش صاج، والعيش اللي هو الطبيعي العيش الفينو. فدي من الاكلات الشعبيه اللي موجوده هنا. فاحنا برضو لسه موجودين في حي بلط، ولكن عند تانتوني بلط علشان نجرب التانتوني ونقول لكم راينا فيه. الحته اللي في النص ديت المفروض انها سخنه، يحط بقى عليها البيف، ويحط بقى عليها البهارات اللي هي ايه الغريبه بتاعتهم ديت، شطه وملح وفي توابل يعني انا مش فاهمها. انا في الشطه والملح ده انا فاهمه، وفي حاجتين تانيين بيحطوهم انا مش عارف دول ايه. وطبعا هنا خل، يحط خل ويقوم قافل بقى عليه بالعيش فوق ويبدا ان هو يلف. يعني دي الفكره، وكده السندوتش بتاعك يكون خلص. يعني نفس الفكره في البيف، نفس الفكره في التشيكن برضه. بيكون حاط العيش عليه بحيث يكون العيش خد كل العصاره كلها اللي طالعه من اللحمه، يعني بحيث يكون طعمه حلو. طبعا بيحط عليه برده هنا قوطه وبقدونس فوق الساندوتش. الساندوتش يفتح النفس من قبل ما نجرب كده. نفس الفكره، يحط عليه الصوص من فوق بحيث بص الفينو شكله بيبقى عامل ازاي. يحط عليه بقدونس وبصل وطماطم، وهنا يقوم حاطط عليه البيف في الاخر. وكده خلاص كده الساندوتش بتاعك جاهز. يعني اديني. يا سلام يا سلام، هو ده الاكل يا جدعان، هو ده الاكل التركي جامد جدا. الفراخ نفس القصه برده، شطه ملح توابل، يحط فيها العيش والخل، العيش فوقيه ياخد كل الصوص. اتاكد ان قاعده الساندوتش بقت مليانه صوص. بعد كده يقدر يضيف عليها بقى طماطم بصل بقدونس. اول طبق معانا هو البيف تانتوني. ده شكله بيتقدم بالزبادي وبيتقدم من غير زبادي. انا جبت اثنين، جبت انا بقى الطبق الاساسي اللي هو بالزبادي او الاشهر عندهم، يعني بيتقدم لك بقى بالزبادي ويحط لك شطه وتوابل وحركات. شكله من بره كده بيقول ان هو حلو. خلينا نجرب. ده الطبق الثاني اللي هو تانتوني فراخ، زي نفس فكره البيف، ولكن ده بقى ايه فراخ على بقدونس على طماطم على بصل على توابل. دي تعتبر اكله سريعه عندهم او اكله شائعه كده. ده شكلها خيالي. من بره طري جدا، هو حراق شويه ولكن الزبادي مهديه، يعني فمخلي لك الدنيا هاديه شويه. الساندوتش طعمه خيالي. واعتقد ان هو جواه جرجير. عامل حركه معاك ظريفه قوي. حط لك العلبه ديت جنب الاوردر بتاعك، علبه فلفل مخلي. عايز تخلي الدنيا حراقه اكتر تضرب بقى من ده. ساندوتش لحمه ظريف خفيف مع الزبادي من فوق، يهدي لك اللحمه واديله. امسك الفلفل. مش عايز اروح يا جدعان. الاكل التركي ما بيهزرش. يعني الساندوتش كله متكامل، ما فيهوش حاجه غلط تقريبا. اللحمه مستويه قوي قوي، مش بتشد معاك، طعمها حلو. والتوابل اللي محطوط عليها تحس انها بالظبط مش زي اي طعم لحمه انت ممكن تكون دقته قبل كده. طعم اللحمه جديد ولكن اجمالا ظريف. الفلفل بيوديه في حته ثانيه. نجرب الفراخ. يعني بص ساندوتش الفراخ ضخم جدا، مش عارف ازاي الواحد هيعرف يقطم منه، شكله جامد. يلا بينا. طعم الساندوتش رائع. هنا ده الساندوتش حاسس ان الفراخ حراقه شويه ازيد من اللحمه، ولكن برضه الفينو ده الباجيت. التكوين بتاع الفينو ذات نفسه مختلف، فطعمه مع الفراخ جديد. بتحس انت بتجرب حاجه جديده لاول مره، وفي نفس الوقت جميله. يعني مريحاك انت تاكل الساندوتش وانت سعيد. تديك جرجير معاها يبقى تضرب جرجير. حلو جدا. يعني هي الفكره ان انت لما تيجي تاكل الاكل بطريقتهم هم، زي ما هم بياكلوه، مش زي ما انت متعود. انا هو حاطط لك ليمون، حاطط لك جرجير، وجايب كده. تجربه جامده جدا وسندوتشات خياليه. يعني سندوتش حلو مفيش كلام. لو انا فعلا اختار بين الاثنين فانا مش عارف، لكن لحمه يعني ممكن احسن سنه بسيطه. هي لحمه جامده. لو اختار اللحمه. ممكن الزبادي هو اللي مخليها مختلفه شويه. كده تبقى تجربتنا انا خلصت. نشوف المكان التاني. بس مكملين جوله الاكل في اسطنبول. ما ينفعش يكون موجود في اسطنبول وما نجربش المشويات التركيه. شفت المكان ده بالصدفه، اسمه ماي دونيرم. ده بيقدم مشويات تركيه متنوعه، دونر لحمه ودونر فراخ، اذنه كباب، كفته. تعالوا مع بعض نجرب المشويات التركيه.
الطبق شكله خيالي. خلينا متفقين كده ان طبق المشويات المشكله ده قادر ان هو يفتح نفسك، يعني لو انت نفسك مسدوده. ما اعتقدش ان انت تبقى في تركيا ونفسك مسدوده يعني. احنا جبنا حاجات مختلفه كتير، يعني جبنا ادنا كباب اللي هو المفروض هو اسمه كباب ولكن هي كفته، الكفته اللي هي المشهوره بتاعتهم بتاعت اسطنبول. وجبنا هو قال لي لازم تجرب عندنا الفراخ، هي مصري شاورما فراخ ولكن هنا اسمها دونر، تشيكن دونر. عمل لك بقى هو كل الطبق ده كله، وجاب لك معاه بقى رز احمر ورز ابيض، باذنجان مشوي، خس، فلفل عشان خاطر يخلي لك الدنيا سبايسي، بصل، قوطه، فلفل الوان، كاتشب ومايونيز. شغل عالي يعني. من كتر ما الطبق جميل مش عارف ابتدي بايه. خلينا نجرب مع بعض. يعني اول حاجه عايز اجربها هي ادنا كباب. مدينه ادنا في اسطنبول مشهوره بالكباب دوت او الكفته ديت، انها مميزه عن اي مكان تاني. هو هنا بقى المفروض ان هو بيقول ان هو بيعملها بنفس طريقتهم، فخلينا نشوف. ناكلها الاول لوحدها. غريبه ازاي؟ غير اي كفته انا دوقتها قبل كده. فيها طعم الكباب وهي كفته ازاي ما اعرفش. اللحمه دسمه قوي، طعمها حلو جدا جدا، تحس فيها سنه سبايسي، ولكن اجمالا يعني اجمالا خياليه. طب نجربها مع الرز بقى. لوحدها احسن. تحس الرز دوت هو حلو، طعمه كويس، تحسه مايل شويه على حته رز المحشي بس واضحه قوي، يعني واضحه الخلطه قوي. نجرب بقى التشيكن دونر اللي هي بالمصري الشاورما. برده هي ايه، مستويه كويس، يعني مش محروقه ومش نيه، لا يعني تحس ان السوا بتاعها ده هو السوا مظبوط. عادية خالص، مش مميزة تماما. عندنا في مصر برقبتها، يعني عادية لأبعد حد، أقل من عادية كمان. نجرب التومية عشان ما نبقاش تسرعنا بحكمنا، كمان نحط فلفل بحيث إنها ظبطت شوية ولكن لسه مش جامدة قوي. طب ماشي، ناخد واحدة كمان مع الخيار المخلل نشوف، يمكن الخيار المخلل ينقذها شوية. يعني معقوله ولكن مش زي ما هو قال لي تحت تشيكن رهيب والتشيكن واو، يعني ده ملوش اي ما حدش يعرف يقاومه. ادنا كباب ده انسى كلام. خلينا نجرب اخر حاجه معانا وهي اشهر حاجه عندهم وهي الكفته، اشهر حاجه في اسطنبول. يعني الكفته عندهم بقى زي ما انتم شايفين مدوره، يعني مش زي الكفته اللي عندنا. خلينا نجرب. عارفين خلطه الحواوشي بتاعتنا المصريه فيها من طعمها سنه، يعني فيها شويه منها. خلينا نجربها مع رز قطمه. كده بقت احلى. الكفته والفراخ ما يتاكلوش لوحدهم، يعني ده يتاكل لوحده ايه لوز، ولكن الكفته دي لوحدها لا. خلينا نجرب الكفته مع فلفل مع بصل مثلا، بحيث نبقى استغلينا كل حاجه على الترابيزه. حلو جدا. يعني اجمالا تجربه المشويات بالنسبه لي تجربه ظريفه هنا في تركيا، ولكن افضلهم هو ده ما يقدرش يقاومه. هنا يبقى خلصنا في ماي دور من تجربه المشويات المشكله. نروح اخر مكان معانا نجرب الحلويات هناك. جينا المكان ده اسمه مادو، واحد من اشهر المحلات اللي بتقدم حلويات اللي موجوده في اسطنبول، عشان خاطر نجرب ميكس مشكل كده ايه من الحلويات المشهوره هنا. فخلينا نجرب مع بعض اخر حاجه وهي الحلويات التركيه. جبنا اول حاجه وهي كنافه بالفستق والجبنه، وجايب لك بقى معاها ايه ايس كريم. تقطع كده، هم واخدين ايس كريم كده حاطينه فوق الكنافه ضاربين على طول. كنافه طعمها خيال، لحد دلوقتي احسن كنافه اكلتها في حياتي، مش ببالغ والله ما ببالغ، بقول لكم الحقيقه. بتجبرك ان انت تاخد معاها واحده ثانيه، واحده بس لا، واخد كده كنافه فستق وجبنه. نخش على بعده. طبعا في فيديوهات كتير الناس بتجرب التريليتشي اللي هي المفروض انها الكيكه اللي باللبن، ولكن احنا هنا في تركيا هل هي زي اللي موجوده في مصر ولا لا؟ تعالى نكتشف مع بعض. برضو يعني انا ملاحظ كل طبق جايب لك معاه ايس كريم، عايزك تستخدم ايس كريم في كل حته. هو الايس كريم بتاعهم بيشد شويه مش زي الايس كريم العادي، بيمط معاك. ناخد معلقه ونضرب، يعني تحس بطعم اللبن في كل قطمه. بص كده حاجه فريش. عندك بقى الحاجه الرئيسيه وهي البقلاوه. اي حد موجود في تركيا البقلاوه لازم تطلب، يعني لازم تجربها، ما ينفعش تكون موجود في تركيا الا وتجربها. بتاخدك عالم تاني. برضه حاطط لك مع الطبق ايس كريم، فتعمل ايه؟ جايب حته ايس كريم حاططها جوه عشان بقى تعرف تكمل تعمل ايه؟ عشان تعمل ريستارت لنفسك، تاخد بقى شاي. ده انت ابتديت الموضوع من اول وجديد، تقدر انت تكمل، تقدر تاخد سكر اكتر. برضه ده نوع مختلف عندهم، كل فستق يعني ده نوع مختلف. بص الفستق في كل حته، طبقات من الفستق. سعاده وبس. يعني المفروض المحل ده يبقى اسمه محل السعاده مش ماضو، لا هنا بساط وبس. بق شاي وكده بخلصها. وكده بخلصنا جوله اكلات الشعبيه في اسطنبول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.